كنا نحب ريحة الخبز أكيد، مو متفقين على هالشغلة؟ تعالوا نشوف الطريقة. نحتاج نص كيلو طحين خاص بالمعجنات، خاشوقة شكر، كوب مي دافي، وخاشوقة خميرة. نخلط خاشوقة ملح ويا الطحين، نضيف المي بالتدريج. وملاحظة، كمية المي تعتمد على نوع الطحين، يعني هنا نحتاجية كوب ونص مي. ممكن انتوا تحتاجون اقل، ممكن تحتاجون اكثر حسب نوع الطحين. العجينة اريدها تقريبا متماسكة ومو رخوة، واحطها بطاسة واغطيها بشوية طبقة خفيفة من زيت الزيتون. تريدون سر نجاح هذه العجينة؟ شوفوا هذه الخطوة: كوب مي حار داخل مايكروويف أو فرن طافي، ونتركها ساعة ونص. حجم العجينة باللي تحبون، أنا أحب أسوي الخبزات تطلع صغيرونة. أمسح الصينية بشوية زيت، طبقة خفيفة زيت زيتون، مثل ما نقول بالعراقي نشنقها، يعني نسويها شنق صغيرة أو نكورها. نغطيها بنايلون حتى نحافظ على رطوبتها، نتركها 10 دقائق. وهسه نفتح الفرن. بدل حجر الفرن لقيت هذا الاختراع كلش يخبل، ثقالة الدولمة. وإذا ما موجودة ممكن صينية عادية مال فرن والنار بس من فوق. بعد ما ارتاحت 10 دقائق نبرم أطراف العجينة بهالطريقة، وهم نتركها 10 دقائق حتى ترتاح. هنا بليس لا تستخدمون طحين كمية هواية أثناء ما نفتح العجينة. نلزم طرف العجينة ونبدي نفتح من الوسط، وما نسويها لا ثخينة ولا خفيفة حيل. احنا ليش ما نستخدم كمية طحين بالفتح؟ لأن هذا الطحين ما تعرض للتخمير، فيصير الخبز صعب بالهضم. غير انه تطلع الصمونة مليانة طحين من برا وناشفة، سطحها ما يصير يلمع ولا أملس. هسه ننتظرهم بده 15 دقيقة متغطاين إلى أن نبدي نشوي. هنا شوية مي وشوية طحين، بس أكثر شي المي. نمشيها على شوية طحين من جواها حتى لا تلزق. ندهنها بهاي الخلطة اللي سويناها، سمسم، حبة بركة، وللفرن. ما أحكيكم الريحة. كنا نحب ريحة الخبز أكيد، مو متفقين على هالشغلة؟ طرية طرية. إذا عجبتكم إن شاء الله ألف عافية. كتبولي بالتعليقات شلون النتيجة يمكم. تحياتي، مطبخ طاسة.